يا مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسيش تحط اللايك الجميل بتاعك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي السهله والبسيطه واللي على قد الايد. تعالوا بقى نعمل الترند الجديد بتاع بلبن. طبعا بلبن عامله ترند جديد مكسر الدنيا، الكشري الحلو. تعالوا نعمله بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات اقتصادية جدا، مش هتكلفك كتير، وهعملهولك على طريقتي ويا رب يعجبك. وهقولك مكوناتي وهقولك كل حاجة انا مستغنية عنها وحاطة بدايل ليها، وهقولك رأيي فيه بمنتهى الصراحة. ايوه يا جماعة، هقول لكم رأيي بمنتهى الصراحة ويستحق التجربة ولا لا. واول حاجة ان انت تسمعي الفيديو للاخر وتكملي الفيديو معايا وتشوفي المكونات السهله البسيطه وتشوفي انا عملت الكشري الحلو بطريقتي ازاي. اول حاجه طبعا هنعملها الرز بلبن. طبعا احنا عملنا الرز بلبن قبل كده مع بعض، وطبعا هحط لكم اللينك بتاع الفيديو بتاع الرز بلبن تحت في الصندوق بتاع الوصف. معايا هنا نص كوبايه من الرز، هسويها سوا كامل. انا عايزاها تطيب خالص لان هحط عليها لتر من الحليب. لكل لتر من الحليب عليه نص كوبايه من الرز. طبعا هنا ومعلقه سكر. طبعا هنا الرز كان استوى معايا خالص. انا طبعا هحاول على قد ما اقدر ان انا ما اطولش الفيديو عليكي، واحاول ان انا اشرح لك اول باول. هنزل ب4 كوبايات معياريه من اللبن الحليب بمقدار لتر من الحليب. هنزل عليهم على النص كوبايه من الرز بعد الرز ما استوى طبعا، وهنزل بنص كوبايه من السكر، والسكر على حسب الرغبه. وهنزل بعلبه قشطه كامله. عندك قشطه وش لبن ماشي، عندك قشطه بلدي ماشي، المتوفر عندك حطيه. هدوب كل المكونات مع بعضها لحد ما الرز يشرب القشطه اللي انا حطيتها ويغلي غلوه واحده، وبعد كده هنزل عليهم بالنشا زي اي رز بنعمله عادي مع بعض، سهل وبسيط ومفهوش اي حاجه. وطبعا ده اول طبقه من طبقات الكشري بتاعنا. معانا في كل الاطباق الرز اساسي. هنزل عليهم دلوقتي ب3 معالق من النشا، يبقى لتر الحليب عليه 3 معالق من النشا. هندوبهم في نص كوبايه من الحليب او نص كوبايه من الميه عادي، وهنزل على الرز بلبن لحد ما ياخد القوام الكريمي، القوام المتماسك اللي انا عايزاه. زي ما انتم شايفين ايدي فيه على طول عشان خاطر ما يربطش منك ولا يكلكع ولا يعمل اي حاجه، يبقى كريمي زي ما احنا متعودين بنعمله كده. ايدنا في الحاجه طبعا زي ما انتم شايفين كده بادئ يتقل معايا وياخد القوام المظبوط. تمام كده، هو ده القوام اللي احنا عايزينه، لان زي ما انتوا عارفين ان الرز بلبن مش عايزينه تخين قوي، عايزينه كريمي كده. معايا البولات اللي انا هحط فيها، البولات دي ما شاء الله حجمها كبير. عندك البولات دي ماشي، عايزه الاطباق بتاعه الكشري اللي هي بتيجي من بره مفيش مشكله. انا حطيت في البولات دي طبعا الطبقه اللي تحت رز بلبن، وده الاساسي معانا في الوصفه بتاعتنا. الاطباق كلها لازم يكون فيها الرز بلبن، فده طبعا مش هنقدر نستغنى عنه ولا نعمل بداله، لان ده حاجة اساسية في الكشري الحلو. زي ما انتم شايفين كده هنبقى عملت الطبقة الاولانية. هناخد بقى الاطباق الجميلة بتاعتنا دي وهنركنها في جنب، وهنشتغل في المكون الاساسي التاني اللي معانا. ايه هو المكون الاساسي؟ الكنافة. ده مكون اساسي في الرز بلبن. هننزل بالكنافه. هنا معايا نص كيلو من الكنافه، عليها طبعا سمنه. انا الكنافه اللي بجيبها بتبقى عليها سمنه. انت الكنافه اللي هتجيبيها معلهاش سمنه طبعا هتجيبيها تفركيها كويس، وبعد كده تنزلي عليها بمعلقتين زبده او معلقتين سمنه وتحمريها كويس. وللامانه انا هنا حطيت كمان معلقتين سكر بس ما جوش على الكاميرا. هنا بقى بعد ما حمرتها طبعا انت لازم تظبطيها بالسكر، فبتحطي معلقتين سكر عشان تظبطي معدل التسكير بتاع الكنافه. فانت اي حاجه هتعمليها هتظبطي السكر بتاعها. تمام كده. هنا الكنافه ده طبقه اساسيه برضو معايا في الكشري الحلو. الكنافه مش هنقدر نستغنى عنها. انا الحاجه اللي هتبقى ليها بدايل هقولك عليها، واللي ملهاش بديل الاساسي معاكي مش هنقدر نستغنى عنه. هنا خلاص الكنافه احنا حمرناها، هنحطها في بوله وهنركنها في جنب.
مش هنحطها دلوقتي على الرز بلبن، لان طبعا الرز بلبن لسه سخن، فانا سايباه في جنب على ما يبرد خالص، وبعد كده هنشكله مع بعض. تعالوا بقى للطبقه الثالثه اللي برضو مش هنقدر نستغنى عنها. معايا هنا نص بكره من القلاش، زي ما انتم شايفين كده انا مطلعاها من الفريزر، بس ما هيش متماسكه قوي، فالاحسن ان انت تطلعيها من الفريزر تكون بايته ليله في الفريزر، بحيث لما تيجي تكسريها تتكسر معاكي تبقى ناشفه. انا هنا كتريها معايا شويه، هقطعها بالمقص زي ما انتم شايفين كده. انا عايزاها مكعبات صغيره، لاني برضو هاخد القلاش ده وهحمره في الفرن، او حمريه على النار عادي. انا كنت بحمر على النار بصراحه، ما دخلتش الفرن. يعني انا حمرت الكنافه في الصينيه زي ما انتم شفتوا كده على النار، وبرضو هحمر القلاش على النار. فانتي قطعي زي ما انت شايفه كده، مش عايزاكي تقطعيه حتت صغيره عشان تعرفي تحمريه كويس ويبقى باين برضو في الكشري بتاعنا. طبعا هنا القلاش بديل البصل، والكنافه بديل الشعريه اللي هو الكشري العادي. طبعا بلبن عامله عظمه يعني، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمله بمكونات سهله وبسيطه وعلى قد الايد زي ما احنا متعودين. طبعا هنا القلاش هننزل عليه بمعلقتين سمنه، وهنحاول نغلف القلاش كله بالسمنه زي ما انتم شايفين كده، عشان اما نحمره نعرف نحمره كويس ونديله وش كويس. واما تحمريه الافضل ان انت ما تغمقيهوش قوي وتطلعيه لونه حلو، ما تحمرهوش قوي. زي ما انت شايفه كده بعد ما تحمر زي ما انتم شايفين كده انا مش مغمقه لونه، مطلعه لونه ذهبي حلو. فطبعا الطبقتين دولت اساسي معايا، مع الرز بلبن ال3 طبقات اساسي مش هنستغنى عنهم. تعالوا بقى للمكون الاختياري، عايزه تعمليه اعمليه، مش عايزه تعمليه براحتك. صوص الكراميل هنزل بنص كوبايه من السكر، هدوبها كويس لحد ما تكرمل مع بعضها على نار هاديه، طبعا ما تعليش النار خالص، لحد ما تبدا تكرمل معاكي كده واحده واحده. هنقلب فيها، وبعد كده هننزل عليها بربع كوبايه من الميه السخنه. انا هنا حطيت عليها ميه دافيه، ما كانتش سخنه قوي، فالافضل ان انت تحطي عليها ميه سخنه بتغلي عشان تفك معاكي بسرعه، لان اللهم صل على سيدنا محمد، السكر لما بتنزلي عليه بالميه السخنه جامد بيفك معاكي على طول. لما بتنزلي عليه بميه دافيه بيكلكع منك وبيغيب قوي على ما بيفك معاكي. فتاخدي بالك من النقطه دي، ما تعمليه ازاي في الخطوه دي، انزلي بميه سخنه بتغلي، هيفك معاكي اسرع وهيفك معاكي على طول وهيدوب منك على طول. زي ما انتم شايفين كده اما خلاص بدا يفك معايا خالص، يكرمل خالص، نزلت عليه بربع كوبايه من الميه. شوفوا هنا بقى عشان الميه ما كانتش بتغلي قوي فكلكع معايا زي ما انتم شايفين كده، فغاب على ما فك معايا. هنا كان خلاص كان كرمل معايا وخلاص وفك خالص. هتنزلي عليه بمعلقه كبيره من النشا على معلقتين من الحليب تدوبيهم بس، وبعدين تنزلي على السكر بعد ما داب، وبعدين تفضلي تدوبي فيهم كده لحد ما ياخد القوام التقيل بتاعك. وانا هنا مش هحط عليه زبده ولا سمنه خالص، عشان انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف. وهقول لكم ليه دلوقتي. انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه خفيف معايا، انا عايزاه صوص خفيف خالص، مش عايزه اتقله، بس هو ده القوام المطلوب. تعالوا هنا بقى، انا معايا فاكهه، لان انا هعمل الرز بلبن بالفاكهه، مش هعمله بصوصات. هعمل طبق واحد بس اللي بالمكسرات عشان جوزي بيحب المكسرات، وبقيه الاطباق هنعملها بالفاكهه. انا حاولت على قد ما اقدر هنا ان انا اجيب لك مكونات سهله وبسيطه على قد ما اقدر. فانا هنا هنزل بالطبقه التانية اللي هي الكنافه، هننزل طبعا فيها في كل الاطباق بتاعتنا زي ما انت شايفه كده بالظبط. وعايزه اقولك ان انتي المكونات هنا حطيها زي ما انتي عايزه. هما ال3 طبقات الاساسيه اللي بلبن عاملاها هو الرز بلبن والكنافه والقلاش المتحمر. بقيه الصوصات بقى اعملي زي ما انتي عايزه، المتوفر عندك اعمليه، اللي انتي عايزه تشكلي بيه شكلي بيه. انا على قد ما اقدر حبيت ان انا اعمل لك حاجه تكون اقتصاديه وتكون سهله وتكون بسيطه على قد ما اقدر. انا هنا عندي الصوص الشرشاب او الشربات عادي، حبيت ان انا استخدمه بدل الكريمه اللباني اللي بلبن عاملها.
انا حاسه ان الكريمه اللباني الطبق ده هيبقى تقيل قوي، يعني هيبقى تقيل، كريمه وكنافه ورز بلبن وصوصات وحاجات كتير، فانا حبيت على قد ما اقدر اعمل حاجه بسيطه. فانتي ما عندكيش الشرشاب اللي عندي ده، ممكن تعملي كوبايه شربات اللي هي نص كوبايه سكر على كوبايه ميه، وتعملي شربات عادي بس يبقى تقيل شويه، وتنزلي بطبقه قلاش، على طبقه كنافه، على طبقة أي فواكه متواجدة عندك، وكل ما بين طبقة وطبقة تنزلي بشوية شربات أو شوية صوص من الكراميل أو أي صوص متواجد عندك، وشكلي زي ما انت عايزة. هو ده اللي بلبن عامله. اللي بلبن بقى عامله اختلافا عن اللي انا عاملاه الصوصات الكتير اللي هو حاططها. طبعا صوص الفستق الحلبي طبعا غالي جدا واسعاره غاليه. طبعا الكريمه اللباني غاليه واسعارها غاليه. فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب لك حاجه سهله وبسيطه ومكونات سهله وبسيطه. زي ما انت شايفه كده، انا كل اعتمادي كان على المكونات الأساسية اللي هي الرز بلبن والكنافة والقلاش، وده الثلاث أنواع أساسيين في طبق اللي بلبن. أما التشكيل بقى فشكلته أنا حاجة خفيفة كده وحاجة جميلة وتكون سهلة وبسيطة ومتوفرة في أي بيت، فأنا محبتش أصعب عليك الدنيا. ده الطبق الوحيد اللي انا عملته بالمكسرات، وعملته كان عندي شويه فستق كده حطيتهم ما بين الطبقات وبعضها. وطبعا ما بين الطبقات وبعضها طبعا عشان القلاش مش حاطه عليه ولا سكر ولا اي حاجه، فاستغنيت عن الكريمه اللباني وحطيت بدلها الشرشاب او السيرم الشربات اللي عندي. وهنزل بشويه صوص كراميل خفيف كده وجميل. والطبق التاني هكمله برضو بالفاكهه. انا كبسمه كرأيي الشخصي عن الطبق ده، انا حاساه مش حاله بسيطه كده ان انت تحلي بيها على المشي. انا حاساه ان هو وجبه متكامله فعلا، كشري بس كشري حلو، وجبه تاكليها بدل الاكل. يعني مثلا لو هتتغدي وتحلي بيه، لا، ده عايز تكوني ماكلتيش خالص، ده عايز حاجه كده تتعشي بيها، حاجه تتغدي بيها. ده رايي الشخصي، لان انا من النوع اللي ما بحبش يعني انت متخيله انا عاملاه سهل وبسيط ومش حاطه فيه مكونات كتير ولا صوصات كتير، وكان تقيل برضو. زي ما انت شايفه كده، كنت خلصت كل الطبقات، كنت خلصت كل المقادير اللي عندي، وعملته بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه، وحاولت اخليكي تعمليه بمكونات سهله وبسيطه على قد الايد زي ما انتم متعودين من مطبخ بسمة وليد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون كان سهل وبسيط، ويا رب اكون قدرت افيدكم ولو بحاجه بسيطه. لو اول مره تتفرجي عليا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، ويا رب اكون فدتكم، واشوفكم تاني في فيديو جديد على خير.